السلام عليكم. النهاردة حبيت أشارككم بوصفة غدا سهلة وسريعة، وهي صينية البطاطس بالفراخ. طبعا كلنا عارفين ان صينية البطاطس بالفراخ من الأكلات المصرية اللي احنا ممكن نقدر ان احنا ننوع فيها ونغير في التتبيلات بتاعتها. وانا النهاردة جايلكم بتتبيلة مميزة جدا ان شاء الله هتحبوها، وكمان جايلكم بوصفة سلطة مميزة جدا. هنقول بقى المكونات بتاعة التتبيلة. معانا نص معلقة من الملح، وعليهم نص معلقة من الثوم البودر، البصل البودر، وكمان معانا نص معلقة من البهارات السبعة، نص معلقة من الكركم، نص معلقة من توابل الفراخ، وعليها معلقة كبيرة من البابريكا، وراس صغيرة توم مفروم. وهنزل عليهم بكوباية من الحليب، ومعلقة كبيرة من الهوت صوص او الصوص الحار. طبعا ده حسب الرغبة، ممكن نحط معلقة، نص معلقة، معلقتين، دي حاجة حسب الرغبة. هنزل عليهم كمان بمعلقة من الصويا صوص. طبعا يا جماعة، اللي يشوف مكونات التتبيلة دي هيعرف ان التتبيلة دي خطيرة وهتاخد الفراخ في حتة تانية. طبعا هضيف الفراخ للتتبيلة. انا كنت نقع الفراخ قبلها في محلول النقع. طبعا احنا قبل كده نزلنا على القناة طريقة نقع الفراخ وطريقة غسلها، وهنزل لكم ان شاء الله الرابط في صندوق الوصف. هحط الفراخ في التتبيلة من ساعتين لثلاث ساعات، طبعا لو احنا مستعجلين. والافضل ان احنا نحطها قبلها بليلة في التلاجة، يعني عشان تتشرب اكتر من التتبيلة. بعد كده طبعا بعد ما الفراخ تتحط في التتبيلة هطلعها من التلاجة، وهحط صينية. هحط في الصينية بتاعتي بطاطس وبصل شرايح. طبعا احنا ممكن ننوع في الخضار، يعني حسب الرغبة. ممكن نحط فلفل الوان مع البطاطس، ممكن نحط جزر، ممكن نحط اي حاجة احنا حابينها. بعد كده هنزل على الفراخ بتاعتي بالتتبيلة اللي كانت في الطبق، وهحطها في الفرن على يعني درجة حرارة عالية لحد ما تستوي. بعد كده السلطة بتاعتنا معانا نص كوباية من الخيار، نص كوباية من الجزر، نص كوباية من الزيتون، وعليهم معلقتين كبار من زيت الزيتون، وعليهم معلقة كبيرة من الصوص الحار، طبعا حسب الرغبة زي ما قلنا. وهحط عليهم معلقة كبيرة من الكاتشب الحار، او ممكن الكاتشب العادي، طبعا ده حسب الرغبة. وهحط عليهم تقريبا معلقتين من الخل الابيض، ونص معلقة من الكمون. السلطة دي يا جماعة حرفيا خطيرة. ممكن نحط لو احنا موجود عندنا دبس رمان، ممكن نحط عليها معلقة كبيرة من دبس الرمان، هتكون احلى. هقلب السلطة، وبعد كده يعني انا بحب اعمل كده حركة ان انا احط معلقتين من الزبادي على السلطة. طبعا انا باخد منها يعني طبق صغير كده وبحط عليه معلقتين زبادي، يعني انا بفضلها كده. ممكن ان احنا ناكلها بالطريقة دي، وممكن بالطريقة ان احنا يعني سادة من غير زبادي. هقلب بقى المكونات دي مع بعضها. ودي صينية الفراخ بتاعتي بعد ما طلعت من الفرن واخدت التسوية الكاملة بتاعتها. انا حطيتها تحت الشواية لمدة 5 دقايق، اخدت اللون اللي انتوا شايفينه ده. وقدمتها مع رز بشعرية. طبعا البطاطس كانت طالعة دايبة ومستوية، والفراخ طبعا الفراخ كانت مستوية جدا، واللحمة بتاعتها طرية. اضافة الحليب للتتبيلة اعطى للفراخ طراوة. جربوا التتبيلة دي يا جماعة وقولوا لي رأيكم في التعليقات. طبعا والله هتعجبكم جدا، يعني بصراحة انا بقيت اعتمد الطريقة دي كتير جدا في التتبيلات بتاعتي. ال- اللحمة بتاعت الفراخ دايبة جدا. الحليب اعطى للفراخ طعم مميز كده في التتبيلة بتاعتها. وهنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا. يا رب يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة، وشير للفيديو علشان يوصل لكل الناس. وتقولوا لي رأيكم في التعليقات. مع السلامة.